بس تروح تتقدم لواحده مفيش قبول بينك وبينها ترفضك. هل ده معنى فوقوا يا ناس، فوقوا يا بشر؟ قالت لا يا بنت تاخدي مين؟ حسيب شو ما واخد في نفسه مجلد بقى، كيف وكيف انا اترافض. راح مجردها من هدومها وبعد كده ابتدى يتناوب اغتصابها، زرقان حوالين رقبتها ومتجرده من هدومها، ربنا ما يكتبه على حد. شاب جاي متقدم لبنتها بتقول ده ينفع وده ما ينفعش. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. الزواج جسمه ونصيب، والبنت في أي مكان عاملة زي المسجد. البنت طالما بلغت سن البلوغ عاملة زي المسجد. في المسجد كل الناس بتخش تصلي فيه، ما ينفعش إمام مسجد ولا موظف مسجد ولا مؤذن في مسجد ولا مصلي عادي من الناس اللي بتتردد على المسجد يقف على البوابة بتاع المسجد يقول لأي حد سوا حلو سوا وحش أنت داخل ليه ومش داخل ليه. ده بتربنا مفتوح للجميع، مفتوح للصالح والطالح وبتاع المخدرات وبتاع النسوان والحرامي. علي اقسم بالله انا شخصيا اعرف ناس بتسرق يوميا وبتخش تصلي ما بتسيبش فرض. اعرف ناس بتقعد تحكم بالباطل ومنافقين وما عندهمش دين بجنيه وما بيسيبوش فرض. هل احنا نقدر نقف قدام المسجد ونقول لهم هم داخلين انتوا ما عندكمش دين، انتوا ناس باطله، انتوا ناس حراميه، انتوا ناس صفاتكم، انتوا ناس معرفش ايه، ما تخشوش تصلوا؟ لا يا باشا، ده بتربنا ما حدش يقدر يمنع حد منه. كذلك الامر البنت في المنزل في بيت اهلها زيها زي المسجد، مفتوح للجميع، معرضه ان اي حد يخبط على الباب ويقول لهم سلام عليكم. عليكم السلام، انا عايز اتجوز بنتكم. طب دي دور انا كعريس بتقدم، دور البنت واهلها ايه؟ دورهم يقول لك طب بعد اذنك سيبنا وهنرد عليك. يقعدوا مع البنت، خد يا بنت حجازي متقدم لك يا حبيبتي، ايه رايك؟ تقول لهم طب سيبونا افكر. تفكر البنت، جايز انها تقول بيبعتوا لاهلي تعالوا يا اهل نقعد بقى نشرط على الشبكه والجايمه والتيت والشريط وغرفه النوم والاطفال والنش والكان والمان والشقه والكلام المتعارف عليه. البنت قالت مش عايزاه، بيبعتوا مرسال يقولوا ايه؟ انتوا ناس محترمين مش هنلاقي احسن منكم. بس البنت رافضه الموضوع ده دلوقتي، والبنت لسه صغيره او احنا ظروفنا الماديه تعبانه مش هنقدر نجهزها، وما بيحبوش يكشفوا ماء وجه المسلم. كلام جميل، كلام ده في قرى بيحصل، في نجوع بيحصل، في عزب بيحصل، وجه جبل بيحصل، وجه بحر بيحصل، في اي مكان في الوطن العربي وليس مصر بس بيحصل. حلو. طب ايه بقى اللي يمنعني انا كشاب، او اللي يخليني احط في فكري وفي ذهني ان انا ما اترفضش؟ لا يا حبيب امك، لا يا باي، انت لو ما فيش حد كامل غير سيدنا النبي، وانت مهما كنت بتتمتع بمزايا ماليا اخلاقيا علميا كل الكلام ده معاك، جايز تترفض. ايه المشكله يعني؟ ده قبول يا بايا، وجاب لي ده عيش ونصيب جسم قبول. ممكن تبقى كويس وعندك فلوس ودكتور واهلك ناس محترمين واي بنت تتمناك، بس تروح تتقدم لواحده مفيش قبول بينك وبينها ترفضك. هل ده معناه فوقوا يا ناس، فوقوا يا بشر، هل ده معناه ان انا في حاجه تعبني او انا مثلا مش كويس؟ لا طبعا على الاطلاق. تقبل الموضوع عادي مفيش مشكله. تعالوا بقى نشوف الجريمه اللي حدثت بكل بشاعه في محافظه القاهره، بالتحديد مركز او قسم شرطه عين شمس. ايه اللي حصل بقى؟ اول هام شاب اسمه حسيب الشهير بشومه، بيبلغ من العمر 23 سنه. حسيب ده شهير بشومه، لاحظوا حضراتكم اللفظ، الطيور على اشكالها تقع. شاب مش كويس، معروف سيء السمعه، اتقدم لبنت، خبط على الباب ودخل سلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز اتجوز بنتكم. البنت قعدت مع امها قالت لها لا يا بنت، امها اسمها الحاجه زينه، قالت لها لا يا بنت تاخدي مين؟ حسيب شو ما ده خرب بيوت، ده بلطج، ده فيه عليه. لا راحت بعت له مرساله قالت له لا يا ابني احنا مش بنفكر في الجواز، البنت مش هتتجوز، كل شيء جسم ونصيب. انا بقى هنا بسال سؤال، اول هام انت يا شومه لو دخلت على بنت معاقه، وانا مش بقلل من المعاقه فوق راسي، يعني واجعه من الدور 38 مش هتوافق عليك. انما انت رايح لبنت محترمه بتتمتع بقدر كبير من الجمال من بيت وبنت ناس ولها اهلها ولها ناسها، وانت شاب سيء السمعه، فشيء طبيعي ده عرض وشرف ولحم. هيدوك بنت وبتبهدلها؟ فقالوا لك لا ما عندناش بنات للجواز. واخد في نفسه مجلد بقى، كيف وكيف انا اترافض؟ ده انا حسيب مين يا عم؟ حسيب مين يا عم الله يرضى عنك؟
يعمل ايه المعلم بقى؟ وتخيلوا ان احنا بنتكلم في جريمه تمت بعد رفضه ب10 سنين. انتوا متخيلين الفجر وصل لحد 10 سنين شايلها في قلبه؟ كيف انا اتقدمت للبنت دي واترفضت؟ يعمل ايه المعلم بعد ما رفضته البنت بقى؟ قعد 10 سنين كاملين، 10 سنين حاطط الموضوع في دماغه، وقال لك انا لازم اعلم على ام البت دي، هي السبب، الحاجه زينه اللي علمت عليا ورفضتني. طبعا بالنسبه للحاج زينه كان عارف الله التوقيت ده كان عندها 52 سنه، دلوقتي عندها 62 سنه، ولادها كبروا وكل واحد اتجوز وقعد مع مراته وولاده في شقه، فاضطرت ان هي تقعد لوحديها في الشقه. عين شمس منطقه شعبيه، يعني ايه؟ يعني الست قاعده متعوده ان الجيران بيخبطوا عليها، يا حاجه زينه ايه افتح ما اعرفش عايز ايه، تعالي يا حبيبتي، يا حاجه زينه كلمي ما اعرفش مين عايز وهكذا. يعمل ايه بقى حسيب شومان؟ يقعد يفكر ويخطط ويقول لك انا هعلم على الست دي، يخبط عليها بالليل ويدخل عليها، ست عندها 62 سنه مسنه، يدخل عليها، اول ما دخل عليها راح ضاربها. طبعا ده شاب 23 سنه في مقتبل العمر، واحده عندها 62 سنه ست مسنه، يعني مجرد ما ضربها برجليه ولا بايديه وقعت لا حول ولا قوه اغمى عليها. يعمل ايه؟ راح مجردها من هدومها، وبعد كده ابتدى يتناوب اغتصابها. اغتصابها، انتوا متخيلين؟ اغتصابها عشان يعلم عليها انت ما رضيتيش تديني بنتك، انا عملت معاك الحرام. اكتفى بكده؟ لا، راح خانقها لما خلص عليها، وبعد كده ابتدى يبعصر في محتويات الشقه. اتحصل من خلال الطباعصره ديت في الشقه، اتحصل على 500 جنيه وتليفون نوكيا ما يجيبش 3 جنيه فكه في سوق الجمعه، وراح طلع وراح سايبها. الشاب اللي عنده 23 سنه اللي هو من المفترض مسلم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ابنها بيعدي عليها من وقت للتاني بيشجر عليها، بيعدي على والدته، دخل فتح باب الشقه، دخل لها الست لا حول لها ولا قوه شبه منتفخه، زرقان حوالين رقبتها ومتجرده من هدومها، ربنا ما يكتبه على حد. ابتدى يتواصل مع الشرطه، جت الشرطه تم نقل الجثمان للمشرحه من خلال تفريغ الكاميرات وكفاءه رجل الشرطه اللي دايما بنشيد بيها، وربنا بيجعل افراد الشرطه سبب ان تكون القاذورات دي بالمرصاد. من خلال تفريغ الكاميرات في المنطقه تم التوصل لهذا الشاب عبد الحسيب او حسيب الشرب شومه، كان هربان، تم ضبطه بتريج الخناق عليه، اعترف وقال لك ايوه انا اللي عملت فيه الحاجه زينه كده، ده رفضتني من 10 سنين، كنت متقدم اخد بنتها ورفضتني، هي هتلاقي احسن مني عشان ما ترضاش تديني بنتها اللي انا كنت بحبها وبموت فيها، زي ما كسرت قلبي كسرت قلبها. اعترف اعترافات تفصيليه، مثل الجريمه، والنيابه امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. شفتوا الغل وقله الدين بتوصل لحد فين؟ 10 سنين كاملين حاطط الست في دماغه ومستني الفرصه اللي تيجي عشان يخش يغتصبها ويقتلها ويسرقها، وده كله مقابل ايه؟ مقابل انها مارست اقل حقوقها شرعا وعرفا وقانونا، انها شاب جاي متقدم لبنتها بتقول ده ينفع وده ما ينفعش، ست بتمارس اقل حقوقها. شفتوا حصل فيها ايه؟ تم اغتصابها، موتها، بعد كده سرقها، وده كله ليه؟ ذنبها ايه؟ عشان ما رضتش تدي بنتها للشاب الفاسد المفسد اللي ما عندوش ذره دين ولا ذره اخلاق بجنيه. شفتوا النهارده احنا وصلنا لحد فين؟ ده نسميه ايه؟ ده نسميه يا جماعه في حاجه مش مظبوطه في المجتمع. انا بتمنى العلماء اللي درسوا طب النفس يطلعوا يقولوا لنا ايه اللي بيحصل ده؟ ده سببه ايه؟ ده بعد عن الدين ولا قله تربيه ولا قله ضمير ولا ده انسان عفوا ده كائن مختلف متشكل على اي انسان؟ ايه يا ابني؟ ايه المشكله؟ خليك اترفضت مره واثنين وثلاثه، واي شاب يحط في دماغه ان انا ما اترفضش والعنجهيه الكدابه وانا اتقدم يوافقوا ما يوافقوش، لا ما تتقدمش يا حبيب امك، ما تتقدمش يا روح ماما، انت ممكن تتقدم لواحده واثنين والف وتترفض. دي المشكله، ده كل شيء جسمه ونصيب. انما تحط في دماغك ان انت ما فيش منك 2 على وجه الارض، ومجرد ما تخبط على بيت اي حد وتقول له ما عايز اخد بنتكم ويقول لك اتفضل اما كده لا تخلص عليهم، ايه اللي بيحصل ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وان شاء الله هتنال العقاب الرادع، لان ده اسمه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، ده خلاف الاغتصاب. يعني انت سهريتك سهريه سودة، وربنا وجعك في شر اعمالك. نصيحتي بقى اللي انا بقدمها من خلال هذه الحلقه في هذا البرنامج يا جماعه، اللي ليه اب وام ناس مسنين ما ينفعش باي شكل من الاشكال نسيبهم يعيشوا لوحديهم، لان النهارده احنا وسطينا ناس ما هم بشر، ما هم بشر،
مهما كانت الاسباب والمبررات ما فيش منها. والدتك ست مسنه ما تنفعش تسيبها تقعد لوحدها، والدك راجل مسن ما ينفعش تسيبه لوحده، لحد يقعد معاه، لا اما تجيبه انت يقعد معاك، ايا كان ما ينفعش الناس دي تعاني ويكونوا السبب ان هم يجيبونا على الدنيا ويربوا ويكبروا ويتعبوا ويتمروا في الحياه، وفي الاخر اول ما يكبروا نرميهم ولا حياة اللي من تنال. ده في مثل بنقوله بيقول لك بنجيب العيال في الصغر عشان ينفعونا في الكبر، مش عشان يتخلوا عننا ويسيبونا للوحوش البشرية اللي في الشوارع. يا ريت نتعلم من قضية النهارده، واخيرا الى اللقاء.